يا ترى ايه هي السعادة؟ السعادة يعني اننا لازم نسافر او نشتري حاجات غالية او نعيش حياة مثالية عشان بس نحس اننا مبسوطين، ولا ممكن السعادة تكون مثلا في فنجان قهوة على الهادي، او كلمة طيبة من حد بنحبه، او لحظة هدوء مع نفسنا بعد يوم طويل. الصراحة ان اغلب الناس بتدور على السعادة في الحاجات الكبيرة، بس الحقيقة ان السعادة بتبدأ من الحاجات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم ومش بناخد بالنا منها. وعلى رأي المثل، اللي يرضى يعيش ملك. يعني السر مش في الظروف، السر في نظرتك للحياة. احنا ساعات بنفتكر اننا محتاجين نغير الدنيا كلها عشان بس نرتاح، لكن لو ركزنا على عادات بسيطة جدا هنكتشف ان الفرق كبير قوي بين يوم فيه وعي وحب ويوم ماشي بالعافية كده من غير اي روح. كل عادة من العادات اللي هقولها النهاردة هي طوبة صغيرة جدا، بس بتبني جدار سعادتك، وكل مرة تلتزمي بيها هتحسي انك بتسترجعي نفسك وبتقربي من ربنا وبتعيشي اليوم بإحساس مختلف. وزي ما بيقولوا، اللي بيزرع خير بيلاقي خير. فابدأي النهاردة بالزرع عادة من العادات اللي هقولها، وهتشوفي ازاي يومك هيبقى أهدى وأجمل إن شاء الله. يلا نشوف مع بعض 10 عادات بسيطة بيصنعوا سعادتك كل يوم. بس قبل ما نبدأ، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصحابك عشان نقدر نفيد أكبر عدد ممكن. يلا بينا نبدأ. العادة الأولى معانا: ابتسمي أول ما تصحي من النوم. ابدأي يومك بابتسامة حتى لو مش حاسة بيها. دماغك لما بتبتسمي بتفتكر انك مبسوطة فعلا، وده بيأثر على مودك طول اليوم. اضحكي للدنيا تضحكلك. تاني عادة معانا النهاردة: قبل ما تقومي من على السرير خدي نفس عميق وقولي الحمد لله، لأن الحمد لله بيخلي قلبك يهدى وتشوفي الخير اللي عندك كله. وخدي نفس تاني عميق وقولي لنفسك أنا ناوية أعيش النهاردة براحة وسعادة، لأن النية بتغير الطاقة وبتخلي يومك كله أخف وأجمل. هنا رتبي سريرك أول ما تقومي، تخيلي قد إيه الحركة البسيطة دي بتديكي إحساس بالإنجاز، بتخليكي تبدأي اليوم وانتي حاسة بالنظافة والراحة، لأن البيت المترتب بيريح القلب. رابع عادة معانا وهي لحظة هدوء مع مشروبك المفضل. قومي ادخلي المطبخ، اعملي فطارك ومشروبك المفضل واقعدي افطري، وبعدها اشربي مشروبك المفضل. اشربي براحتك جدا، جربي تشربي قهوتك او شايك بالراحة جدا. راقبي البخار، شمي ريحته حلوة ازاي واستمتعي بطعمه. 5 دقايق مع الهدوء ده اكنك في جلسة نفسية بس مصغرة شوية. عادة رقم 5 معانا: ذكري نفسك بالله. قولي لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأذكار الصبح وبالليل، الصلاة في وقتها. أول ما تسمعي الأذان قومي اتوضي وصلي، لأن فعلا الصلاة بتفرق في حياة الإنسان تماما. مفيش مسلم ما بيصليش. قراءة القرآن، اقرأي لو سطر واحد بس من القرآن أو حتى صفحة. قولي كلمة الحمد لله، بس قوليها بيقين، هتلاقي كل شيء فيكي بقى بيهدى وبقى أجمل. العادة رقم 6 معانا: اكتبي مشاعرك. جربي تكتبي اللي حسيتيه في يومك بدون حكم ولا تصحيح للكتابة اللي جواكي، وعشان كده هتسيبلك مساحة للتنفس والتفكير. العادة ال7 معانا: كلمي نفسك بلطف، بدل ما تقولي أنا فاشلة أو أنا مش قادرة، لأ قولي أنا بتعلم، أنا بتحسن كل يوم. قولي كلمة طيبة منك لنفسك ممكن تغير حالك كله. العادة رقم 8 معانا: قولي كلمة حلوة للي حواليكي، كلمة طيبة ممكن تغير يوم شخص بالكامل. قولي صباح الفل، شكرا، ربنا يخليك، ربنا يفرحك، لان احنا كلنا عارفين ان الكلمة الطيبة صدقة. العادة رقم 9 معانا: خلي مكانك دايما نضيف وريحته حلوة، لان النظافة مش رفاهية، لا ابدا، دي طاقة للمكان. لما بيبقى نضيف ونفسيتك هتبقى مستريحة. العادة رقم 10 معانا: اقري حاجة تلهمك كل يوم، حتى لو سطر من كتاب أو حديث أو حكمة، لأن ده بيغذي روحك
زي ما الأكل بيغذي الجسم. 11 معانا ودي الأخيرة، وأنا زودتها كده بالفيديو، والمفروض هو كان 10 عادات بس أنا زودت العادة دي. قبل ما تنامي سامحي نفسك وسامحي الناس. ما تناميش وانت زعلانة أو شايلة في قلبك. قولي اللهم إني عفوت. لما تسامحي قلبك هيخف، وبكده نكون خلصنا ال11 عادة كلها. ونفهم من كده إن السعادة مش هدف نوصله، السعادة طريق نمشي فيه كل يوم بخطوات صغيرة جدا. ابدأي بعادة واحدة، ومع الوقت هتلاقي نفسك إنسانة تانية. افتكري دايما المثل الجميل: من رضى عيش سعيدا. ولو عجبك الفيديو شاركيه مع حد محتاج يسمع الكلام ده، وسيبيلي في التعليقات أكتر عادة ناوية تبدأي بيها من بكرة. أشوفكم في فيديو جديد.